بالنسبه للمكتب المديري تمت المراسله ديال السيد الوالي بصفه رسميه بالامس من اجل ضمان اتخاذ كافه الاجراءات الكافله بتنقل الجماهير الرجاويه الى مدينه وجده. كما تم نشر بلاغ بالامس كاحتجاج على البرمجه، لانه تمت برمجه واحد المقابله اللي كانت حساسه بالنسبه لنا، اللي هي ديال توارقه مع تحسينيه تقادير، واللي تم التسبيق ديالها اليوم على المقابله ديالنا مع وجده وعلى المقابله ديال الجيش مع الفتح. كما تتعرفوا فاتحاد التوروقي هو تينافس على المنافسات الافريقيه على الصف الرابع، والفتح كذلك كيحتلوا نفس الرتبه. كاين عندهم واحد نسبه عامه ديال +3 اللي كيمتاز بها الفتح الرياضي. حنا احتجينا على البرمجه على اعتبار ان من شان الهزيمه ديال اتحاد التوارقه في المقابله اللي كانت مسبقه انها تاثر على النتيجه ديال المقابله ديال الجيش وديال الفتح. والحمد لله فالعصبه الاحترافيه دخلات وبرمجات جميع المقابلات في يوم ديال 14. ومن هذا المنبر نشكروا السي رئيس العصبه الاحترافيه، لانه راه تيقوم بواحد العمل كبير، هما والناس ديال الجامعه والناس ديال العصبه الاحترافيه، وشكرا لك. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيت بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.